السلام عليكم حبايبي طلاب تانية ثانوي. احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض سمري للدرس الثاني في يونت 2 الجبرا. الليسون بتاعنا النهارده هو كومبينيشنز. تعالى كده نفهم ايه الفرق ما بينه وما بين الدرس اللي قبله البرمنتيشن. انا دلوقتي لما اجي اقول لك ان انا عندي انتخابات، عندي 8 اشخاص مرشحين لمنصبين، منصب رئيس ومنصب نائب رئيس. فبقول لك ان نظام الانتخابات عندنا ان انت هتدخل تنتخب واحد هتحطه رئيس، واحد هتحطه ايه؟ نائب رئيس. فبالتالي احنا دلوقتي الترتيب عندنا مهم ولا مش مهم؟ ان انا انتخب احمد ومحمد مختلفة عن ان انا انتخب محمد واحمد، لان انا انتخبت الاثنين في مكان مهم، في اوردرد بير. انا الاوردرد بير الاولاني كان الرئيس والاوردرد بير الثاني كان نائب الرئيس، فبالتالي الترتيب عندي مهم، فبالتالي عندي حاجه اسمها برميتيشن. طيب جه قال لي ايه بقى؟ اتش ست can be formed from a set of elements. معايا عدد من الاليمنتس هكون منها sets، مش ordered pair، بكون منها sets taken some or all these elements. هاخد كله او بعضه without، من غير ما احط في الاعتبار consideration the order of the elements، من غير ما احط في الاعتبار الاوردر بتاع الاليمنتس. انا الثمانيه المرشحين في الانتخابات دول هنتخب منهم اتنين. طب الاتنين دول هحطهم في ست، يعني بنتخب احمد ومحمد زي ما انتخب محمد واحمد. فبالتالي واحنا بنستخدم هنا طول ما انا ما بكون ست الترتيب فيها مش مهم، فبالتالي بكونها بحاجه اسمها combinations. يبقى ايه الفرق ما بين البرميتيشن والكومباينيشنز؟ قال البرميتيشن بشكل اوردرد بيرز، فالترتيب فيهم مهم، الترتيب فيهم مهم. اما الكومباينيشنز بشكل سيتس، فالترتيب فيها مش مهم، فالترتيب فيها مش مهم. قال لي ايه بقى؟ in general NCR is the number of combinations formed from the R of objects chosen from n elements at the same time where ان ال R برضو لازم تبقى including between الزيرو والN. يعني الرقم اللي تحت ما ينفعش يكون برقم اصغر اكبر من اللي فوق، وما ينفعش تكون بنيجاتيف، ولا اللي فوق ولا اللي تحت يكونوا ارقام نيجاتيف. يعني الان والار بيكون بيلونج للناتشرال، ودايما الار سمولر ذان اور ايكوال ان. هنا بقى هنيجي لنقطه مهمه، هنيجي لحاجه ليها عدد من القوانين اكتر شويه ومهمه اكتر. فبالتالي انت بتيجي مثلا في ثالثه ثانوي بتحل سؤال، فتلاقي نفسك عطلان في خطوه. الخطوه دي ليها علاقه بايه؟ بقانون موجود في الليسون بتاع النهارده. فبالتالي بالله عليك بالله عليك بالله عليك، انت علم رياضه السنه اللي جايه يبقى 100% انا الدنيا دي عندي تمام. طيب انا علمي علوم، خلاص انت كده كده عندك الحاجات دي وارد تستخدمها بعدين، هتركز معانا لو انت دماغك ايه محترمه كده كده وعايز تبقى ايه بني ادم كده عندك فهم وتركيز يعني. طيب يبقى اول قانون عندي ان سي ار، بقدر افكها لمين؟ لان بي ار اوفر فاكتوريال ار، ان بي ار اوفر فاكتوريال ار. او اقدر افكها لكده، بص انا بحب انا اكتب القانون، فانا عندي الان سي ار، تعالى بس نكتبها شمال كده علشان نقدر نستفيد باكبر قدر ممكن من السبيس. الان سي ار اقدر افكها، بقدر افكها لايه؟ لان ان بي ار، ان بي ار اوفر فاكتوريال ار، او فاكتوريال ان اوفر فاكتوريال ار تايمز فاكتوريال ان ماينس ار. فاكتوريال ان، فاكتوريال اللي فوق، فاكتوريال اللي تحت، فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت، فاكتوريال اللي فوق، فاكتوريال اللي تحت، فاكتوريال اللي فوق ماينس اللي تحت. اوكي اوكي. طبعا اول سؤال هيبقى شاغل دماغك، شاغل دماغك، امتى هفكها لدي وامتى هفكها لدي؟ هو مبدئيا بس هما الاثنين نفس الحاجه، لان انا كل اللي انا عملته ان انا فكيت الان بي ار هي كمان لفاكتوريال ان وفاكتوريال ان ماينس ار، فانا فكيت الان بي ار. طيب حلو قوي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. حطها قاعده في دماغك، عايز تجرب بالكالكليتر فكها الان بي ار، عايز تجرب بالكالكليتر فكها الان بي ار. زي ما انا كده ما في الايه في الدرس اللي فات كان عندي ان بي 2 قعدت اجرب. عايز تجيبها سمبلس فورم، عايز تشتغل ستيبس وتشتغل سمبلس فورم، فكها فاكتوريال ان
فاكتوريال ار فاكتوريال ان ماينس ار. بأنهي قانون؟ من القانون اللي احنا هنستخدمه طول اليونت دي اللي انا لسه قايله لك. ماشي؟ يبقى انا هنا الكومباينيشن بتتفك لمين؟ ان بي ار اوفر فاكتوريال ار، فاكتوريال ان فاكتوريال ار فاكتوريال ان ماينس ار، فاكتوريال ان فاكتوريال ار فاكتوريال ان ماينس ار، فاكتوريال ان فاكتوريال ار فاكتوريال ان ماينس ار. طيب اول قانون عندي ان سي ار هي ان سي ان ماينس ار. يعني انا دلوقتي لما اجي اقول لك ايه ان سي ان ماينس 2 هي مين؟ انت هتروح رايح قايل لي ان سي، انا هنزل الان اللي فوق دي هنا واعمل لها ماينس من اللي جوه، واعمل لها ماينس من مين؟ من اللي جوه، فتبقى هي ان سي ان ماينس ان بلس 2، فالنيجاتيف ان هتطير مع البوزيتيف ان، فتبقى ان سي 2. يبقى ان سي ان ماينس 2 هي ان سي 2، فانت بتعمل اللي فوق ماينس اللي تحت. يبقى لو عندك ان سي ان ماينس 2 تقدر تعملها ازاي؟ ادي نزلت الان زي ما هي، وخدت الان اللي كانت فوق دي نزلتها تحت وعملت لها ماينس اللي كان تحت، فالماينس دي هتدخل على البراكت تعمل تشينج للساين، فدي هتبقى نيجاتيف ان ودي هتبقى بوزيتيف 2. فيبقى انت عرفت من المعلومه دي ان سي ان هي مين؟ ان سي 2 هي مين؟ ان سي 2، وبنستخدمه كتير. طيب جه هنا بيقول لك ان سي اكس قد ان سي واي، ان سي اكس قد ان سي واي. والله يا باشا الان اللي فوق هي الان اللي تحت، صح؟ الان اللي فوق هنا هي الان اللي فوق هنا. صح، ما هو ده ان وده ان. طيب يبقى اول كيس عندك ان اللي تحت يبقى قد اللي تحت. طب تاني كيس قال لي الصم بتاع الاثنين يبقى قد اللي فوق، الصم بتاع الاثنين يبقى قد مين؟ يبقى قد اللي فوق. زي كده لما انا اجي هنا اقول لك ايه 18 سي ار بلس 9 قد 18 سي 3 ار بلس 1. انت في الحاله دي هتقول لي اللي فوق قد اللي فوق، يبقى هنقسم البيج نصين، يا اما اللي تحت قد بعض يا اما الصم بتاع اللي تحت قد اللي فوق. بس لازم اخد بالي من حاجه، الفاليو بتاعت الار اللي هتطلع لي تبقى value that satisfied the equation، يعني لما ينفع اعوض بيها هنا ما تبوظليش المساله، ما تطلعليش الفاليو دي مثلا اكبر من ال 18. فانا هنا لما اجي مثلا هجيب الار هنا واجيب ال1 هنا، فهتبقى 3r minus r هتبقى equal 9 minus 1، يعني 2r ب 8 يعني الار ب 2. لما اجي اشيل هنا الار واحط مكانها 2 دي بقت 11 ودي بقت 7، فدي ارقام حلوه وجميله فتبقى الار ب 2 فعلا. طيب هنا قال لي دي كده 4r بلس 10 ايكوال 18، هجيب ال 10 السايد التاني تبقى ال 4r بكام؟ هي دي بس مبدئيا دي 4 بس نفعت برضو لان 4 بلس 9 13 ودي 12 بلس 1 13 برضو، دي 4 ودي 18 ماينس 10 تديني 8، يعني الار بكام؟ ب 2، فالدنيا جميله برضو. طيب لو انا جيت بقى اديتك سؤال تاني مثلا وقلت لك 16 سي ار بلس 5 قد 16 سي 2 ار ماينس 10، 2 ار ماينس كام؟ 10، وعايز اجيب الار هتقول لي اللي فوق قد بعض، يبقى اقسم البيج نصين، يا اما اللي تحت قد بعض يا اما اللي تحت قد بعض يا اما الصم بتاع اللي تحت قد مين؟ قد اللي فوق. فلما نيجي هنا هنجيب الار تبقى ماينس، ولما تيجي هنا نجيب ال 10 تبقى بلس، يبقى ال 2 ار ماينس الار هتبقى ايكوال 15، يعني الار بكام؟ ب 15. اجي انا هنا اشيل الار دي واحط مكانها 15، بقى عندي 12 سي 20 16 سي 20. هو ده ينفع؟ هو ده يرضيك؟ ينفع تخلي اللي فوق يبقى اصغر من اللي تحت؟ لا والله. يبقى دي هنا ايه؟ ريفيوز، اجابه غلط. r بلس 2r ب 3r ماينس 5 ايكوال 16. نجيب الماينس 5 هنا، مش دي بماينس 5؟ تبقى 3r هتبقى ايكوال كام؟ 21، يعني الار بكام؟ الار ب 7. هنجرب بيها هنا كده 7 بلس 5 12 اللي فوق اكبر، 2 تايمز 7 ب 14 ماينس 10 ب 2 اللي فوق اكبر، فيبقى ال 7 اجابه حلوه وجميله وزي الفل. فناخد بالنا
من استخدام القانون ده في الجزئيه دي. زي ما قلت لك فوق، تاخد بالك من ان النيجاتيف هتدخل على البراكت تعمل الاثنين تشينج للساين. هنا بقول لك خد بالك ان الاجابه اللي هتطلع لازم تكون ساتسفايد للمساله، ما تبوظ المساله. اهم القوانين اللي هتقابلك ان سي ار اوفر ان سي ار ماينس 1. يعني ايه؟ يعني دي ريشيو بتوين اتنين كومباينيشن ورا بعض والكبير اللي موجود فوق. يعني انا كده لازم الكبير هو اللي يكون ايه؟ فوق. لازم. بص انت هتعمل كده في الامتحان، انت فاكرني عملتها كده وخلاص؟ هو خط صغير دلوقتي يعني، انت اعمل زوم كده هتلاقي حاجه مكتوبه، تروح رايح ايه؟ هتيجي اول لما تلاقي الامتحان هتلاقي مثلا ايه؟ ان سي 7 تو ان سي 6. الكبير اللي فوق خلاص انت برنس. طب الصغير اللي فوق شقلب ما بينهم. لا مش فاهم. طب تعالى خلينا بس نمشي واحده واحده. ان سي ار اوفر ان سي ار ماينس 1. ايه القانون بتاعها؟ بتعمل ان ماينس ار بلس ال1 اوفر الار. طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك ايه؟ ان سي 7 تو ان سي 6 ب 4 تو 7. عايز اجيب الان بكام؟ فانت هتروح رايح قايل لي ايه؟ ان سي 7 اوفر ان سي 6 ايكوال 4 اوفر 7. اها الكبير. خلاص يبقى انت ملك. تروح رايح عامل ايه؟ شايل ده كله، تروح عامل فراكشن ان ماينس ار بلس ال1 اوفر ار. الكلام ده ايكوال 4 اوفر 7. تعمل فراكشن. مين الان؟ قال لي الان بان ماينس الار بكام؟ الار هي الكبيره يعني الار ب 7 بلس ال1 اوفر 7 ايكوال 4 اوفر 7. والله يا باشا انت ممكن تعمل من هنا شيفت كالك فتجيب الان ب 10، يا اما تعمل كروس مالتيبليكيشن وتجيبها سمبلس فورم هتلاقي الان بكام؟ ب 10. طيب جه هو الباشا في وقت من الاوقات، في سنه من السنين، في لحظه من اللحظات، ما ادكش ان الكبير هو اللي فوق. يعني قال لك ان سي 6 تو ان سي 7 ب 7 تو 4. فانت رحت جاي عامل ايه؟ زي الخازوق زي الخروف، ان سي 6 اوفر ان سي 7 تبقى ايكوال 7 اوفر 4. تمام. رحت رايح ايه؟ واخد الار ب 6 واشتغلت خروف. انا قلت لك انت خروف، مش هينفع. انت لازم عشان تيجي تستخدم الريشيو يبقى الكبير هو اللي فوق. فتروح انت قايل له ايه؟ لا مش هتضحك عليا، دي ان سي 7 اهي اوفر ان سي 6 هتبقى ايكوال 4 اوفر كام؟ 4 اوفر 7. تروح جاي هنا كاتب له ايه؟ الكبير. وتبدا تشتغل وتفك عادي. تقدر تجيب الان في الان في الاخر هتطلع بكام؟ ب 10. فدي في كل قانون انا قلت لك على حاجه لازم تاخد بالك منها، لازم تاخد بالك منها. طيب رول الاديشن، ان سي ار بلس ان سي ار ماينس 1. ادام ادي ده الكبير اهو بلس الصغير اهو، ماشي؟ هو البلس كده كده كوميوتيتيف فترتيبهم مش مهم بالنسبه لي. ان بلس 1 اوفر سي ار، ان بلس 1 سي ار، ان بلس 1 سي ار. ايه ده؟ لا يعني ايه يا مستر؟ يعني انا هستخدمها ازاي؟ اقول له تعالى بص يا باشا، انا دلوقتي لما اروح جاي قايل لك ايه؟ ان سي 6 ان سي 6 بلس ان سي 5. الكلام ده ايكوال كام؟ 84. ده سؤال انا مدي لك ده كده، ده سؤال. ان سي 6 بلس ان سي 5 ايكوال 84. هات لي الان بكام؟ فانت تروح رايح قايل لي ايه؟ اولا ده قانون البلس، فتبقى ان بلس ال1 سي 6 ايكوال كام؟ ايكوال 84. هتقعد تجرب على الكالكليتور كده. ما هو الكومبينيشن بتعمل هي كمان على الكالكليتور، بس بتعمل ازاي؟ شيفت ديفايد. شيفت ايه؟ ديفايد. هتروح رايح مجرب 7 سي 6 اديتك 7 يبقى الان بلس ال1 مش ب 7. 8 سي 6 اديتك 28. 9 سي 6 اديتك 84. بس كده خلاص. يبقى الان بلس ال1 ايكوال كام؟ 9. يعني الان بكام؟ قال لي 8 ماينس 1، 9 ماينس 1 يعني الان بكام؟ الان ب 8. فهمت ازاي يا نجم النجوم هتتعامل مع الدنيا دي؟ طيب ان سي ار وان بي ار لازم تكون ارقام بوزيتيف، بيلونج للزد بوزيتيف. ما ينفعش تكون الارقام دي مش بيلونج للزد بوزيتيف. ان سي ان وان سي 0 الاثنين ب1، ودي الحاجات اللي هتجننك.
هي وان سي 1 بان مع الكام حاجه اللي انا قلتهم فوق في البرميتيشن، الحاجات الصغيره دي. شايف يعني ده مثلا ده قانون مهم، فانت اوريدي مركز معاه. اما لما انا اجي ادي لك في المساله ان سي ان تبقى انت محتاج تعرفها، فدي بتبقى ازمه. ان سي ان ب1 وان سي 0 ب1 برضه، ان سي 1 بان، ان سي 1 بكام؟ بان. فدول حاجات مهمه جدا 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 لازم تبقى عارفهم. طيب بيقول لي ان البرميتيشن من غير تكرار وفي نفس الوقت لازم اخد بالي من الاوردر بير. الكومباينيشن من غير تكرار ولازم اخد مش لازم اخد بالي من الترتيب. فده الفرق ما بينهم مهم جدا. الان سي ار ينفع تتكتب على الكالكليتر عن طريق ان انا اعمل شيفت ديفايد using reducing law to reduce the numerical if r greater than or equal half ال n. مش هتستخدم المعلومه دي كتير يعني. لو ال n belong للناتشرال فال n لازم تبقى greater than ال r. فبالتالي 16 c 20 6 c negative 2 6 c 0.5 دي حاجات has no meaning، دي حاجات ملهاش معنى، دي حاجات ملهاش معنى. طيب لما انا اجي هنا بقى اجي عايز اتكلم عن المسائل، ازاي اقدر اتعامل مع المسائل؟ بتعامل مع المسائل امتى احولها برميتيشن وامتى احولها كومبينيشن، ماشي، وامتى احولها فاكتوريال. يعني مثلا هنا مثلا سؤال زي ده كده يا باشا، انت تقدر تشتغل عليه برميتيشن وتقدر تشتغل عليه فاكتوريال. يعني انا لو جيت هنا كده وقلت لك ان سي ان ماينس 2 الكلام ده ايكوال 45، اول حاجه انت عايز تستخدم ده سمبلس فورم، فتروح رايح ايه تقول له انا عايز اخلص من الان اللي تحت دي، فتبقى ان سي ان ماينس 2 ايكوال 45، فتبقى ان سي ان النيجاتيف تدخل على البراكت تبقى نيجاتيف ان بلس 2، الكلام ده ايكوال كام؟ 45. تبقى ان سي 2 ايكوال كام؟ 45. والله انت يا باشا ممكن تجرب من هنا زي ما انا ما عملت من شويه، تقعد تجرب تشوف اي رقم اكبر من ال2 يدي لك 45. في واحد تاني يقول لي لا اصل التجربه بتاعت البرميتيشن بتبقى احلى، فانا ايه هحول دي لبرميتيشن، فتبقى ان بي 2 اوفر فاكتوريال 2، الكلام ده ايكوال كام؟ 45. قلت له مبدئيا فاكتوريال 2 دي ب 2، فتروح السايد الثاني تبقى تايم، تبقى الان بي 2 هتبقى ايكوال 90. فانا عايز رقمين ورا بعض التايم بتاعهم 90. مين الرقمين اللي ورا بعض التايم بتاعهم 90؟ قال لي 10، يبقى 10 بي 2، يبقى 10 بي 2 ب 90 يعني الان بكام؟ ب 10. فانت هنا جربت ووصلت في الاخر ان الان بكام؟ ب 10. طيب واحد تاني يقول لي لا انا مش عايز اجرب، قلت له خلاص ادام مش عايز تجرب يبقى انت على طول تشتغل فاكتوريال. فهتشتغل فاكتوريال ازاي؟ فاكتوريال ان اوفر فاكتوريال ار اللي هي 2 فاكتوريال ان ماينس 2، فاكتوريال ان ماينس 2، الكلام ده ايكوال كام؟ 45. قلت له جميل، فاكتوريال 2 دي ب 2، ال 2 دي ديفايد هتروح السايد الثاني تبقى تايم، عندك فوق فاكتوريال ان وعندك تحت فاكتوريال ان ماينس 2، فهنطلع الان بره وان ماينس 1 هي كمان بره ونخليها فاكتوريال ان ماينس 2 اوفر فاكتوريال ان ماينس 2 ايكوال 90. الان ماينس 2 هتطير مع الان ماينس 2، فمين اللي اتبقى؟ ان تايمز ان بان باور 2، ان تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف ان، هندخل النيجاتيف 90 جوه ونعمل فاكتورايز، هنلاقي الان هتطلع ب 10 والان هتطلع بنيجاتيف 9، فطبعا الان ما ينفعش تكون بنيجاتيف 9، فبالتالي الان هتطلع بكام؟ ب 10. بس كده. يبقى لو عايز تجرب هتحولها برميتيشن، لو عايز تجيب الفاليو بتاعتها فهتحولها فاكتوريال، فهتحولها فاكتوريال. عندك بقى اشكال كتيره جدا انت هتقدر تتعامل معاهم، اذا كان بقانون الريشيو او بقانون البلس او بقانون السمبليفاينج، فالموضوع ده لا حصرة له. طيب لو انا جيت قلت لك ان انا عندي if number of sides of geometric figure can n، لو انا قلت لك ان عدد السايتس اللي موجوده في اي فيجر في الدنيا بتكون n، then the number of all segments that represents this figure بتبقى nc2. طيب لو انا جيت قلت لك بقى لو عايز اجيب النمبر اوف diagonals بتاعت الفيجر ده تبقى nc2 minus 2، بالله عليكم يا جماعه لازم نحفظ ده، لان ده انت مش هيجي في دماغك تستنتجه، اما اللي فوق ده انت هيجي في دماغك تستنتجه. انا عايز بس ااكد على نقطه، احنا طول ما الموضوع الترتيب فيه مش مهم انا على طول بستخدم ايه؟ بستخدم combination، ماشي؟ طيب صلوا على النبي كده، خلينا في العادي خالص، احنا عندنا عادي خالص. انا دلوقتي بقول لك ان انا عندي by how many ways
can we بقدر انتخب can we select 5 persons انتخبهم taken ايه from 13. يعني انا عندي 13 شخص، هنتخب منهم كام واحد؟ هنتخب منهم 5. طيب انا دلوقتي لما جه هو اتكلم معايا على الانتخابات، قال لي انا هنتخبهم في اماكن الترتيب فيها مهم، ولا انا من ال 13 هاخد 5؟ من ال 13 هاخد 5، يعني هاخد احمد ومحمد ومحمود وابراهيم وحسين، زي لما اخد احمد وابراهيم وحسين ومحمود ومحمد. يعني ال5 دول زي ال5 دول، دي ست ودي ست. فانا هنا الحاجه اللي عندي اول حاجه بتيجي في دماغي، الترتيب فيها مهم ولا الترتيب فيها مش مهم. فادام الترتيب فيها مش مهم يبقى بتتحل بسي. فهتتحل ازاي؟ انا معايا 13 شخص، اختار منهم كام شخص؟ اختار منهم 5، يبقى 13 سي 5. يبقى انا اقدر اكون دي كده ب 1287 ways. خد لك بقى من كده زربيح افكار، زربيح افكار. نيجي بقى لاهم جزئيه. The order of person has no meaning في الانتخابات. يبقى دايما في الانتخابات بستخدم ايه؟ لا بس بص، انا كلمه دايما دي غير مقتنع بيها على الاطلاق. انت لازم تفهم السؤال كويس، انت لازم تفهم السؤال كويس وتحدد الترتيب فيه مهم تستخدم permutation، الترتيب فيه مش مهم بتستخدم combination. طيب نيجي بقى للجمله اللي جايه المهمه جدا جدا جدا. if we join if two choices، يعني انا عندي حاجتين هعملهم، تمام؟ الحاجتين دول مربوطين ببعض بكلمه and، وكلمه and دي مش كلمه موجوده في المساله اول لما الاقيها هعمل عليها سيركل واخدها، لا، من فهمي للموضوع. يعني انا بعمل الحاجه دي مع الحاجه دي، ولا انا بعمل الحاجه دي او الحاجه التانيه؟ يعني انا يا مستر مش هروح كده على المساله واروح الاقي كلمه and اعلم عليها، ولو لقيت كلمه or اعلم عليها واستخدم اللي انت هتقوله دلوقتي؟ لا، انت هتفهمها. انت ايه؟ هتفهمها. لو لقيت بتعمل الحاجتين مع بعض and، يبقى ايه؟ هتجيب عدد الويز بتاعت الحاجه الاولانيه تايمز عدد الويز بتاعت الحاجه التانيه، فيدي لك عدد الويز اللي انت تعمل فيهم الحاجتين دول مع بعض. لو انا بقى الحاجه بتاعتي دي مربوطه بأور، مربوطه بايه؟ بأور، يبقى هجيب عدد الحاجه اللي هعمل بيها الحاجه الاولانيه، عدد الطرق، وهجيب عدد الطرق اللي هعمل بيها الحاجه التانيه، واربطهم بايه؟ ببلس. واربطهم بايه؟ ببلس. انا مش فاهم حاجه. طيب ركز معايا، انا بقول لك هنا ايه؟ انا عايز حاجه مش واضحه، عايز حاجه مش واضحه، عايز حاجه مش واضحه. طيب اهو مثلا انا عندي 10 دكاتره هيروحوا، هختار منهم 3 يروحوا مؤتمر فين؟ في امريكا. ومعايا 3 دكاتره هيروحوا مؤتمر، هيروحوا مؤتمر في انجلترا. By how many ways can we choose the two missions? By how many ways can we choose the two missions؟ انا دلوقتي بعمل ايه؟ بختار التو ميشنز مع بعض. اروح رايح عامل ايه؟ جايب نمبر اوف ويز اللي هيروحوا الستيت. هما كانوا كام دكتور؟ هما كانوا 10. اختار منهم كام واحد هيروحوا امريكا؟ قال لي 10 سي 3، يبقى 120 واي. طيب كان معايا كام دكتور هيروح انجلترا؟ حبيبي كان في 3 اوريدي راحوا امريكا، فانا دلوقتي بقى معايا 7، في 3 منهم هيروحوا انجلترا، يبقى اقدر اختارهم بكام طريقه؟ نمبر اوف ويز. طيب انا بقى الحاجتين دول مع بعض بختار اللي هيروحوا امريكا مع اللي هيروحوا انجلترا، ولا او؟ لا انت، يبقى 120 تايمز 35 فادتني 400 4200 ويز. طيب
ما جمعتش دي معايا قوي كده يا مستر. طب اقول لك، انا بقول لك حاول تجمع في دي. by how many ways؟ by how many ways مدرس choose a student طالب or more than أو more طالب or إيه or more مفيش than from 5 students. طيب هو المدرس ده هيختار إيه؟ طالب أو أكتر. يعني من ال5 دول هيختار 1 أو يبقى هعمل بلس. من ال5 دول هيختار 2 أو أعمل بلس. من ال5 دول يختار 3 أو من ال5 دول يختار 4 أو من ال5 دول هيختار 5. يبقى يقدر يختارهم بكام طريقة؟ ب31. كمية أفكار في الموضوع ده كتير جدا 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 جدا. يعني مثلا بيقول لك هنا إيه؟ فين مثلا يعني إن قابلتك يوم فين مثلا دي شبه اللي أنا كنت لسه بحلها. بيقول لك the number of ways can a person choose one kind or more of fruits 5 kinds of fruits. يعني معاه 5 أنواع من الفاكهة، هياكل نوع أو أكتر. هياكل نوع أو أكتر. طب عشان هياكل نوع هو أو أكتر، يبقى ده معناها إيه؟ تبقى 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5 equal 31 برضه. طيب مثلا by how many ways مثلا، تعالى كده اكتبها لك انا هنا. by how many ways 8 toys 8 ألعاب عايز أوزعهم على كام طفل؟ على 3. ماشي؟ such that ايه؟ الفيرست الطفل الأولاني هياخد كام لعبة؟ هياخد 3. and التاني هياخد كام لعبة؟ هياخد 2. والتالت هياخد الباقي. طيب الحاجة اللي هتحصل دي هتحصل مع بعض ولا اور؟ لا مع بعض. يبقى أنا معايا 8 ألعاب، الأول منهم هياخد 3. اور ولا and يبقى طيب بقى معايا كام لعبة؟ 5. ما أنا كان معايا 8، الأول خد 3، دلوقتي معايا 5. التاني ياخد منهم كام؟ قال 2 تايمز. بقى معايا كام واحدة؟ 3. هو هياخد ال3. هو هياخد الإيه؟ ال3. فاحسب دي على الكالكليتور واشوف هتطلع بايه، واشوف هتطلع بكام. انا بحاول بقدر الامكان مش ان انا بس اكون عملت لك سمري للدروس، انا بحاول بقدر الامكان ان انا اقول لك انت ازاي الرولز دي هتبدا تستخدمها. بس التطبيق كده كده هو الاساس، فبالتالي انت لازم تحل بايدك كتير. اتمنى ان اكون قدرت اساعدك، وان اكون قدرت الخص لك الموضوع والم لك الدنيا بشكل كويس جدا. خليك دايما فاكر ان طول ما انت مع مستر محمد مجد هتفهم ماث بجد. اشوفك على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد، وشكرا.